بص، علشان كل يوم عمليه النصب دي بتحصل. تمام. وللاسف دي بتبقى مشكله موجوده في علبه البيئه. طيب علبه البيئه دي انت شاريها بكام؟ 8 ونص. ب 8 ونص. انت جايبها على اساس ان هي ايه؟ استيراد. صح كده؟ اه. طيب دي خارجه ضمان من توكيل. تمام. بتخرج ضمان توكيل، فبيشقوها بالصاروخ بالمنظر ده. تمام. ليه؟ لانها تالف. جت عربيه راحت التوكيل قال لهم نورت علبه البيئه، قال له يا باشا طب شكرا، قام مطلع علبه البيئه رميها وقام حاطط له واحده في الضمان، فدي بتخرج خرده. تمام. فالناس بتلمها. تمام. بتاخد العلبه دي تقوم لحمها تاني زي ما انت شايف كده، اه. وزي ما انت شايف جوه. العلامة اللي جوه. تمام. ده معناها ان دي خارجه من التوكيل، دي مش استيراد وما تعرفش حاجه عن الاستيراد. بدليل ان علبه البيئه القديمه عندك كانت سايحه منوره لمبه الاعطال، ودي لما ركبتها مشيت عليها شويه قامت راجعه منوره ايه؟ عطار. لمبه الاعطال تاني. ليه؟ لان العلبه تالفه، اتباعت على اساس ان هي استيراد. الاستيراد دي المفروض ان هي حاجه شغاله مظبوطه كويسه، بتتباع لنا ان هي استيراد وتمام، تركبها في العربيه وتمشي عليها فتره، خصوصا ان سعرها مش رخيص، ده 8000 جنيه. ايوه. بص، واخده بس قطعيه بالصاروخ، فدي بتبقى متعلمه من التوكيل. بص جوه. فلما تيجي تشتري اي علبه بيئه استيراد، خصوصا انت بتدفع فيها رقم متخلف 8000 جنيه. تمام. انت ما بتدفعش فيها شويه تراب، مش شويه تراب تديهم لحد، فانت بتدفع فلوس. لو لقيت علبه البيئه بالمنظر دي ما تشتريهاش، دي بتبقى خارجه من التوكيل خرده. فالناس بتجمعها بدل ما تبيعها خرده بيرجعوا يبيعوها تاني على اساس ان هي استيراد.